السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده، بقى لي فترة كده ما نزلتش فيديوهات. ظروف بقى الامتحانات، والحمد لله يا رب ربنا ينجحهم جميعا. تعالوا نعمل بقى سندوتش الترند، السندوتش الجامد. السندوتش بص عايزة اقول لكم تحفة وخفيف، وطبعا احنا في الصيف وعجب الاولاد ومفيش اسهل منه. عايزة اقول لكم الوليمة اللي قدامكم دي يعني بالكتير كانت نص ساعة ساعة كانت خلصانة، بس عشان كان خاطر بس ان في حاجات لازم تتعجن. بصوا تعالوا الاول بسم الله وصلى على الرسول. انا جبت معايا نص كيلو من الدقيق، يعني ما معيار 4 كوبايات من الدقيق. نزلت عليهم برشه ملح برشه سكر، ونزلت عليهم بكيس من الخميره، وهقوم ضرباهم مع بعضيهم يدمجوا مع بعض. وجبت كوبايه ونص من الميه الدافيه، وهتنزلي عليهم واحده واحده واحده، وهتلاقيه اصلا اتلم معاكي وبقت العجينه معاكي ملبن. مفيش اسهل منها. بالظبط هتبقى كوبايه ونص من اللبن من الميه الدافيه، سوري. بصوا بوريكوا هي عامله ازاي عجينه ملبن. بعد كده هغطيها وهركنها ساعه او نص ساعه حسب ما تلاقيها تخمن. احنا طبعا في الصيف نركن ديت ونيجي للي بعده. جبت معايا رغيفين من العيش الفينو، هقصهم زي ما انتم شايفين، او يعني هتعمليهم زي ما انت شايفه كده، وتقومي نازله عليهم بكوبايه من الميه، او هتسيبيهم يتتركنوا شويه. بصوا اهو، جبت كوبايه من الميه وهنزل عليها وهنركنها شويه. هنيجي للي بعده. جبت الكبه بتاعتي، جبت عليها 3 بصلات، فلفل احمر فلفل اخضر. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وثوم وبابريكا وفلفل اسود و7 بهارات، وربع معلقه من السكر. وتقومي ايه بقى يا ست الكل الحلوين، تضربيهم مع بعضيهم ضربه جميله كده ايه مع بعض. بصوا بوريكم بقى ايه اهو. طبعا ديت كان شفت العيش اللي احنا عملناه، هنزل بنصه. جبت نص العيش ونزلت في المقادير ديت، نسيت الحته دي. بعد كده هجيب الكيلو من اللحمه المفرومه بتاعتي، هنزل بيها، بس ما نزلتش بيها كلها، هنزل بنص نص عشان خاطر الكبه بتاعتي ما يبقاش عليها ضغط. يبقى انا جبت المقادير ايه اللي حطيتها في الكبه للحمه. جبت نص العيش اللي انا كنت عاملاه بالميه، حطيته. وجبت 3 بصلات، وجبت فلفل احمر فلفل اخضر، وجبت 4 طماط، وتحطي بقى البهارات بتاعتك، 7 بهارات، البابريكا الملح والفلفل الاسود، وربع معلقه من السكر. بعد كده قمت جايبه معايا حته فحم على البوتاجاز، وقمت حاطاه في قلب اللحمه من فوق، وهغطيها شويه. عايزه تعملي الخطوه ديت لما تخلصي الكفته بتاعتك تحطيها اوريدي، مفيش اي مشكله. عايزه تحطيها زي ما انا حطيتها كده على اللحمه، تمام. جيت ان العجينه بتاعتي كانت زي الفل، خمرت وبقت جميله. هتجيبيها وتخلي الواحده بتاعتك اكبر من الليمونه كده شويه، وتحطيها على الاسبونجه بتاعتك كده. بس طبعا لازم يبقى فيها دقيق عشان خاطر مش تلزق معاكي. يبقى احنا هنخليها يعني قد الخوخه، عارفين الخوخه؟ هتبقى زي الخوخه كده. جيت هنا خلاص كورتهم وهسيبهم يرتاحوا شويه. يبقى انا هسيبهم يرتاحوا شويه ونيجي للخطوه اللي بعد كده. فاكرين باقي العيش اللي احنا سيبناه؟ هنجيبه، احنا نص واخدناه على اللحمه فرمناه، هنجيب النص التاني نحطه على باقي الكبه هنا. هجيب النص دوت واحط عليه 4 طماط برضو، واحط عليهم نص كوبايه من الميه، واحط نص كوبايه من الطحينه الخام، ونزلت عليها بربع كوبايه من الخل، وملح وفلفل اسود وكمون. وبقت معايا احلى معايا سلطه الطحينه. بعد كده هجيب معايا 3 طماطمات، هنزل عليهم بمعلقه خل وما فيها فلفل اخضر وفيها بصليه صغننه وملح وفلفل اسود، واحلى سلطه بلدي كده هتاكليها هتضرب نار معاكي. هنيجي دلوقتي الكفته بتاعتي بعد ما حطيت عليها حته الفحم بقت عامله ازاي. هجيب طبق في حته حبه من الزيت، عليه الصلاة والسلام. هاجيب طبق فيه من الزيت وهاقوم مصبّعه، كل ما اصبّع اقوم عاملاه. هنا بقى كان النور بتاعنا كالعادة اتقطع. حطيتها كده في الصاج بتاعي، طبعًا الصاج دهناه زيت، وقايدة الفرن على أعلى درجة حرارة، وقمت حاطاه بقى فيها. هنسيبها شوية. هاجيب طبعًا بعد ما كوّرت واحدة واحدة، هاحط على المفرش بتاعي دقيق كده من فوق ودقيق من تحت. لازم العيش يبقى دقيق من فوق ودقيق من تحت، وتمسكي تفرديها تخلّيها على شكل بيضاوي. لازم الشكل يا جماعة يبقى بيضاوي مش مطول، عشان يبقى ايه، ياخد كده صباع الكفتة بتاعنا يبقى مرتاح. وتقومي فرداها، ما تخليهاش رفيعة قوي عشان العيش ما يبقاش رفيع، لا، احنا هنخليها ولا رفيعة ولا تخينة. ونجيب حاجة جنبنا فيها دقيق ونقوم راكنين فيها واحدة واحدة هي جنبها. انا الكمية النص كيلو دي او ال4 كوبايات طلعوا معايا 17 قطعة من العيش. بصوا اهو، هتقومي بقى فرداها زي ما انتوا شايفينها كده، شكل البيضاوي بتاعنا. اهم حاجة دقيق من فوق ودقيق من تحت.
عشان يبقى معانا شكل حلو جميل دوت، وهنركنها على بقى مكان فيه من تحت دقيق حلو كده عشان ما يلزق. بص الكمية بتاعتي انا كده هغطيها. طبعا الكفتة هي طلعت من الفرن خلاص يعني كده، هقوم حطها على طبق كده بقى فيها حبة كده بقى شبت وبقدونس سبحان الله كانوا عندي. هنحط عليها الكفتة بتاعتي اللي كانت ريحتها ضربة البيت كله صراحة يعني. هنحطها بعد، انا طبعا نسيت اقول لكم على حاجه، بعد ما حطيتها في البوتاجاز سبتها يجي ربع ساعه وقمت قايده بقى عليها الشوايه عشان تديني اللون الجامد الحلو بتاعنا دوت. شايفين اللون؟ عايزه اقول لكم بقى كانكم بتاكلوا سندوتشات من عند الحيط، والله من عند الحيط. جبت معايا طاسه كبيره، هنحطها على البوتاجاز على اعلى درجه حراره، يعني هنعلي البوتاجاز على الاخر والطاسه تبقى سخنه، اوعي الطاسه تبقى بارده، الطاسه بتاعتك تبقى سخنه 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 والنار تبقى عاليه. ونحط العيش تعدي 10 عدات تقلب على الوش التاني، 10 عدات تعدي على الوش التاني عشان ما يتلسعش منك. يبقى 10 عدات نقلب، 10 عدات نقلب. بصوا بقى، بصوا الحركه دي اتنفخ ازاي، بقى تحفة. عايزة أقول لكم العيش كان طعم طعومة السنين. بصوا، انت هتلاقيه بعد ما تقلبيه مرتين ثلاثة هتلاقيه بيتنفخ معاكي بقى بالمنظر الحلو ده. عايزة أقول لكم إن العيش كان طعمه روعة روعة روعة. أهو بصوا، هو من الحرارة هتلاقيه اتنفخ كده بالمنظر الجامد ده. كان يتاكل حاف على فكرة، يعني العيال بقوا جنبي عمالين مش ملاعب ياكلوه حاف من حلاوته بجد يعني. أهي طبعًا 10 عدّاد، 10 عدّاد زي ما إحنا ما اتفقنا كده بالضبط، ونقوم إيه قالبينه على الوش تاني. بصوا بقى أهو هيبدأ يتنفخ، يتنفخ، يتنفخ بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا كان هنا خلاص الكفتة كانت طلعت وكنت خلاص عملت كل حاجة. بصوا أنا خلّصت خلاص، أدي الكفتة بتاعتي الجامدة، الجامدة، الجامدة. وادي بقى هاوريكم بنعمل ساندوتش كان بصوا تحفة، كانت تحفة تحفة تحفة. صباع كفتة عليه بقى معلقة طحينة، وقليب بقى بطاطس. بصوا بقى قليب بقى بطاطس جنبها كانت بتضرب نار البطاطس. وقمت بقى عاملة ساندوتش فيه بقى البطاطس ودي السلطة بتاعتي اللي عليها بصلاية وقرن فلفل وخل وملح وفلفل اسود وبس. وتقومي بقى حاطة كده بقى الساندوتش. أنا قاعدة عند الحاتي، ولا تقولي لي بقى ساندوتش ب100 جنيه الكفتة، ولا الساندوتش ب80 ولا الكلام الفاضي ده. أنا حاجة عاملاها على في إيديّا، والله ما تعبت ولا أخدت وقت يا جماعة. يا جماعة بصوا أنتم اعملوا كده في البيت، الحاجة هتحبوها والعيال جنبك وفرحانين، مش فرحانين عشان الأكل، فرحانين من البهجة بتاعة اللي أنتِ واقفة بتعملي، وفرحانين أهو بالعيش. أنا أول مرة أعمل عيش يا جماعة، أول مرة أعمل عيش في البيت، فكانوا فرحانين أوي. جوزي بقى فرحان أوي إن الكفتة عجبته. موضوع الحيطة كانت الحتة التركية بتاعة الفحمة دي كانت الحيطة.